إلى ليبيا، إلى تونس، ثم ما يحصل الآن في سوريا وهو ما يدمي القلب، وكذلك في اليمن. ولكن الحمد لله لقد أتت نهايتهم، قد أطبقنا عليهم. الآن هم في حيرة من أمرهم، الآن أصبحوا يتهاووا أمام صفوف شعبنا. الآن في المشرق أي في المنطقة الشرقية قد انتصر إخواننا عليهم، لم يعد هناك مركز لهم إلا درنا، ودرنا غدا إن شاء الله سننقض عليهم وسنخرجهم من جحورهم. أما طرابلس فنحن نعد العدة، يوم الاثنين إن شاء الله سننقض على بقاياهم هنا في طرابلس وسننتصر بإذن الله، وأيضا بمساعدة إخواننا في الجزائر وفي تونس وفي مصر وفي السودان، وأيضا جيراننا في النيجر وتشاد أقفل الحدود، وسوف نطاردهم حيثما ولوا، وسوف نأتي بهم إلى المصحات لنعالجهم. نحن لا نقتل، ونحن جيشنا كل القبائل العربية وهي الفاعلة في ليبيا، لأن من يدير البلاد في الفترة السابقة هو البناء القبلي. لولا البناء القبلي لا دخلونا في حرب أهلية، ولكن البناء القبلي هو الذي يساعدنا الآن على اقتناصهم واقتلاعهم واخراجهم من جحورهم. من اين يتلقى هؤلاء الدعم في الوقت الراهن دكتور جمعة؟ الجيش الليبي لنعيد ترتيب بيتنا الداخلي ولكي نقيم على الأعمدة الحقيقية التي يجب أن تبنى عليها الدولة. طيب في المقابل دكتور جمعة، فبراير كانوا يريدون ما الجهات التي تمد هذه الجماعات المتطرفة بالدعم بالسلاح بالمال؟ سيدي هذا لا يخفى على أحد، نحن نعرف مصادر تمويلهم ابتداء من قطر وإسرائيل وأيضا أردوغان في تركيا، وشيخهم الجليل الذي هو الآن في سجونكم المرشد الأعلى. هؤلاء جميعا هم الذين يمدون هؤلاء التاركين بالأسلحة وبالمال، وكذلك أيضا هناك بعض الأطراف التي لا تريد خير لليبيا، جهات غربية تريد أن تدمرنا وتريد أن نرتمي في أحضان الأجنبي لكي يأخذ منا ما يريد. نحن نعرف أن هناك أجندات غربية تريد أن تقسم ليبيا إلى 4 أو 5 حتى يصل عليها ابتلاء إلى معركة الكرامة. أشكرك. أعتقد أن الآن أصبحت الحكومة تسقط واحد تلو الآخر. هناك من ما زال باقي في الحكومة بخجل،